كتاب أخي وأرضي حكاية من فلسطين كان له حكاية خاصة في كتابته. اتكتب الأول باللغة الإنجليزية، والكاتب سامي هرمس قرر إن هو يحكي الحكاية بصوتين، صوته هو ككاتب وصوت سيرين صوالحة صاحبة القصة نفسها. تفتح الكتاب تلاقي فقرات بصوتين مختلفين، كل فقرة بخط شكل، ودي الطريقة اللي اختار الكاتب سامي هرمس إنه يفرق بين صوته وصوت سيرين صوالحة في الكتاب، اختلاف شكل الخط، الفقرات اللي بتحكي بصوته وشكل الفقرات اللي بتحكي بصوت سيرين. لما جه الكتاب يترجم للغة العربية، المترجمة شافت إن الموضوع مختلف. بعد ما اشتغلت على الترجمة 300 صفحة قررت إن في حاجة غلط. وبعدين قعدت مع سيرين صوالحة وسمعت منها الحكايات بلهجتها الفلسطينية، اللهجة الفلسطينية رنت في ودنها، وقررت إن ده هو الاختلاف اللي هي عايزة تعمله في الترجمة العربية. الفقرات اللي بصوت سامي هرمز الكاتب هتخليها باللغة العربية، أما الفقرات اللي بصوت سيرين صوالحة الحكة أو صاحبة القصة هتخليها باللهجة الفلسطينية. وده خلى الكتاب غني جدا بالتراث الفلسطيني، وتجربة قراءته ممتعة إلى أقصى حد.